مساء الخير يا حلوين، يا مساء العسل. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وهفضل كل مرة اقولها. انا كنت بستغرب قوي من الناس اللي على اليوتيوب يقولوا انتوا وحشتونا ومش عارف ايه يلا بقى، اللي بيعيب بيبتلي. المهم، افتكرت حاجة كده كانت حصلت من كام سنة. اغرب قصة خطوبة يعني سمعتها، وعلاقتها بداعش. الله، خطوبة وداعش؟ طب ايه القصة؟ ببساطة كده يا جماعة، يعني من كام سنة كده، يعني أنا بحب دايما يبقى ليا صحبة صالحة. يعني بيبقى في مجموعات من البنات بيعملوا جروبات، جزاهم الله خير يعني. بيكون فيها أدعية وحلقات ذكر وقرآن. مثلا ممكن يعني الواحد الشيطان بقى يعني ايه يغلبه، وهنبقى نعمل فيديو ان شاء الله عن الشيطان لوحده وبيكسل وكده. بس يعني جت في فترة كده كنا مجموعة بنات، اللهم بارك عليهم يعني بصراحة. المهم عشان ما اطولش، كان الجروب ده فيه حلقات ذكر، وكان فيه بيشجع يعني على العبادة والقرآن وختم قرآن وحاجات من كده يعني. وكان البنات اللي فيه مش كلهم مصريات يعني. شو كان يعني، كانت زي جامعة دول عربية صغيرة في الشات، يعني جميع الدول. تونس، المغرب، الأردن، السعودية، مصر، اليمن. فجت بنت يمنية في يوم يعني بتعيط وادعوا لي وادعوا خطيبي، ده داعش خاطفينه بتاع. طبعا احنا كنا طبعا عارفين اللي بيحصل يعني. وبالله عليكم، وتقعد تبعت، والبنات اللي ماسكين الادمن الجروب ادعوا له، صلوا، اللي صايمه فيكم النهارده تصلي، مش عارف مين، مش فاكره اسمه، يرجع بالسلامه. والله وانا كنت يعني ربنا كان بيقدرني، كنت بدعي له الشخص ده انه يرجع وربنا يسلمه من الاذى يعني اللي كلنا عارفينه. المهم، والبنت تدعي والبنت تعيط، قايمه نايمه وتعيط وتدعي له وتصلي وتصوم يعني شفنا الويل مع البنت دي ومع خطيبها. سبحان الله، الولد رجع، والله العظيم رجع سالم. مفوش اي حاجة. وبقى يحكي لها بقى شاف ايه يعني مهازل يعني. وفعلا لما ربنا ينجي حد يعني. المهم بعدها بفترة لقينا البنت برضو جاية وبتعيط، في ايه يا بنتي؟ إيه اسمه ايه ده؟ خطيبها سابها. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. يعني كلنا كده كنا قاعدين. انا ليه طيب بحكي القصة دي؟ بحكي القصة دي لان سواء بنت او شاب، بجد يا بخت اللي يرتبط بحد يبقى في قلب البنت دي، والصلاح والتقوى، وان هي بدعوة منها. يعني كان ليها فرق في قدر، كانت فارقة في قدر الشخص ده. كان ممكن الشخص ده يعني احنا مش عارفين ممكن يجراله ايه. وطبعا بعد عناية ربنا، الدعوات والقلب الطيب للبنت اللي هي كان خطيبها. يعني مين الخسران في العلاقة دي؟ لو نبص كده اكيد هو، اكيد هو. كذلك برضو البنات يعني، فعلا يعني بشوف برضو بنات بتخسر ناس، اشخاص ممكن يكونوا بيحبوهم او بيقفوا جنبهم في لحظات صعبة. ف بجد يعني الانسان هيعوز ايه من الارتباط غير ان شخص يبقى كده معاه، يبقى يعني بيدعيله وبيقف جنبه. فالقصة دي انا يعني افتكرتها، يعني بقيت بجد والله يعني مستغربة. وفي نفس الوقت معجبة بالبنت دي وإيمانها بالله وقدرتها وقوتها يعني إنسانة جميلة. يا رب يكون إن شاء الله يعني ربنا عوضها بالأحسن يعني. ويعني نصيحة لأي شاب يعني وبنت، يعني اختاروا حد يكون كده. وطبعا يعني طبعا تدعوا تطلبوا من ربنا ان حد يكون سند ليكم يعني. وبقول لكل شاب يعني اختار حد يكون داعم ليك وسند ليك، لان الاذان بيأذن على الكلام. لان بجد يعني بعد دراستي في الوعي وفي الطاقة، الانثى ممكن تساعد الراجل بطاقتها، بس بالطاقة الكويسة بتاعتها، بالنية الكويسة بتاعتها.
بطاقتها، طاقتها بقى ان هي بقى واحدة مش خبيثة، مش يعني القرب منها بس كده يجيب الخير يعني. وهبقى هعمل حلقة او انزل لكم لينك فيديو لحد اسمه امين صبري، عالم يعني مصري، عامل فيديو اسمه زوجات يجلبن الفقر لأزواجهم. فالفيديو مهم جدا برضو، فيه كانت مجموعة من البنات يعني بيتكلموا فيه. لسه ما اتفرجتش عليه بس قعدوا يقولوا نقط مهمة يعني. ف ده كان يعني الفيديو، كانت الحكاية النهاردة. وربنا يسلمنا جميعا ويسلم بلادنا وينصر أهلنا في جميع البلدان العربية وخصوصا فلسطين. وبس، ما توحشوني جدا لغاية الفيديو الجاي.